في البدايه برحب بالاستاذ جمال مأمون المحامي واللي ماسك القضيه دي لحد ما ان شاء الله يقضي الله امرا كان مفعولا. استاذ جمال اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا ومنور محطه مصر. وطبعا زميلي واستاذي العزيز استاذ حازم نصر اللي عايز اقول ايه يعني عامل الدلتا، مغربل الدلتا وبيطلع لنا الحاجات القويه. اهلا وسهلا بيك. والسيده صاحبه الحكايه اللي هي مش مشاركانا القعده، موجوده في جزء من الاستديو، عشان حبيت اسمع الحكايه منها في البدايه وبعد كده نتناقش في الحكايه بصوره اكثر توسعا. لو حابه تحكي لي ايه اللي حصل قبل ما اتكلم مع استاذ جمال واستاذ حازم، اتفضلي يا ست الكل، بس علي صوتك بالله عليك. حاضر. في الحقيقه انا طبعا حزينه جدا لان انا في المكان ده دلوقتي، وحزينه اكتر لان اللي اعتدى عليا ناس من الاهالي زائد ناس من الشرطه. طبعا انا حزينه لان انا كنت متصوره ان الشرطه هي مصدر الامان ومصدر الامن لينا كشعب وكناس، لكن في الحقيقه انا ما زلت مش قادره استجمع، يعني مش قادره يعني اصدق اللي حصل لي ومن رجال شرطه بالذات كمان. فده كان كتير جدا عليا الحقيقه. باختصار علشان ما اضيعش وقت سعادتك، اتفضلي اتفضلي. انا كنت مستاجره شقه في بلد اسمها شرنقاش. شرنقاش دي تبعد عن محل اقامتي حوالي ربع ساعه بعربيتي. المفروض ان انا هروح اودي فلوس واخد مفتاح الشقه، وانا كنت خلاص استاجرتها ومعايا العقد النسخه الاصليه بتاعته، وادي الاوكي لاصحاب البيت واسالهم انقل عفشي وحاجاتي امتى. فوانا ماشيه في طريقي، انا ما روحتش القريه دي اللي انا استاجرت فيها الشقه غير مره واحده من على الطريق التاني، مش الطريق اللي انا رايحه منه المره دي. ايوه. بس ده اقرب ليا لسكني. ايوه. فعايزه ادخل، هو مدخل واحد المفروض اللي هدخل منه هوصل للشقه اللي انا واخداها. في نهايه الطريق المنور قدامي العمار يعني، لقيت بوكس شرطه راكن على اليمين، ولقيت 3 لابسين مدني قاعدين على الشمال قصاد البوكس. صوتهم عالي وبيهزروا بألفاظ خارجة وبيشربوا دخانة كتيرة لابسين مدني. يعني الشكل العام مش مريح ان انا اقف عشان حتى اسألهم. المهم عديتهم، وبعد ما عديتهم بكام متر بسيطة لقيتني على أرض تراب، الطريق الأسفلت خلص، ولقيت مزارع على شمالي والبحر على يميني، فارتبكت وخفت، حسيت ان انا ضليت الطريق. لفيت ولسه هرجع، ما بعدتش كتير يعني ما فيش كام متر. لفيت وهرجع ومضطر اسالهم، ما فيش حد غيرهم. فلفيت ورجع لقيتهم في وشي بالبوكس، داخلين عليا ببوكس الشرطه. بوكس 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 بوكس، وعليه لوح شرطه وعليه البادج بتاع الشرطه، وبوكس بصندوق من ورا متغطي ومعالمه واضحه جدا ان هو بوكس، يعني ما فيهوش شكل. وانا داخله كان واقف على اليمين في النور، فانا شفت كويس وانا داخله. لقيته ضرب النور العالي في عينيا، فانا وقفت غصب عني، لازم اقف. نزل واحد لابس ملكي منهم من ال3، لو سمحتي بطاقتك، الرخصه، اوراق. قلت له في ايه حضرتك؟ قال لي ما فيش، اصل في مون هنا للمهندس حسن علام بتتسرق، فاحنا ايه قاعدين كمين علشان الموضوع ده بالذات. اديته الاوراق والرخص، راح ناحيه البوكس ورجالي قال لي الباشا بيقول لحضرتك انزلي كلميه. رئيس المباحث. قلت له في ايه يا ابني؟ في حاجه غلط في الورق او في الاجراءات بتاعتك اللي انت بتعملها دي؟ انا عارفه انت بتعمل ايه اصلا. هو في ايه من الاول؟ انت بتوقفني ليه من الاول؟ المهم حاضر. نزلت ولما نزلت البوكس الشرطه اللي واقف وكان بيدعي ان هو ضابط اثناء الواقعه وقف في وضع يضطرني انا اقف ظهري للصندوق بتاع البوكس، والجزء اللي بيترفع يتقفل زي العربيه الربع نقل ده مفتوح. فانا بكلمه لسه بدات حديثي، ما قلتش حاجه لسه. انا لقيت نفسي اتشلت واترميت جوه البوكس على ظهري.
في ايه يا ابني؟ ده انا جده يا ابني، يا ابني انا قد امك، عيب كده، في ايه؟ اللي كان بياخد مني البطاقه طلع نط في الصندوق، كتف ايديا لورا. واللي عامل ظابط حاول طبعا ينزل هدومي النص التحتاني. كنت لابسه بنطلون وسلمته للطب الشرعي البنطلون. المهم انا متكتفه من فوق، وطبعا رجليا بحاول ادافع بيها من تحت، وبكل اسف طبعا ما قدرتش اعمل حاجه. المهم تناوبوا عليا هما الاثنين، والتالت اخذ الخواتم واخذ الفلوس واخذ الموبايل واخذ وخلصوا ورموني على الارض واخذوا بوكس الشرطه ومشوا. ما خدتيش رقم البوكس؟ انا كنت في شبه ذهول، يعني انا كنت تقريبا منهاره. يعني مش قادره اجمع ده واقع ولا انا بحلم ولا دي حقيقه ولا ايه اللي بيحصل ولا يعني مش ممكن حضرتك تتخيل انا حالتي كانت شكلها ايه. طبعا ما بقتش قادره اركز. فاهم. رحت بعد كده حضرتك يعني على ما استجمعت نفسك رحت عملت بلاغ ولا عملت ايه بقى على طول؟ انا رحت تاني يوم. رحت تاني يوم بدافع من حاجه واحده بس. يعني انا يمكن ضحيت بنفسي النهارده وجيت علشان اقول اللي انا بقوله ده، وما كانش نفسي طبعا اقوله، عشان احمي كل بنت تتعرض لموقف زي ده بعدي، احمي كل ست او كل انسانه تثق في بوكس شرطه. انا بقول لها دلوقتي لو بصيتي لقيتي عربيه شرطه لازم تكوني حذره جدا ملايين المرات اكتر من انها تكون عربيه ملاكي. يعني انا ضحيت بنفسي النهارده علشان انقل الصوره الحقيقيه للمسؤولين. لازم يفهموا رجاله الشرطه بتعمل ايه في الناس. لغايه اللحظه دي انا مش قادره اصدق ولا استوعب ان دول ممكن يكونوا رجال شرطه. طبعا انا رحت المديريه هدوني. طيب وقابلوني كويس. انا هتابع بقيه الحكايه مع اهدي وانا هتابع بقيه الحكايه مع استاذ جمال مقبول. ورقه والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطه وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جاي اجنبي عارفه عليه تطبطبي وتركبي وش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. عارفه سواد العسل اهو ده اللي حالك ليه وصل. ازاي قوليلي مكمله وكل ده فيكي حصل. يا بلد ما عندها نفسها يا كل حاجه وعكسها. انسيني انا صبري انتهى ومش هشوف فيكي امل. استاذ جمال راحت مديريه الامن، انهي مديريه امن؟ المجني عليه حضراتكم طبعا بدايه انا منضم لسعادتك في اقوال حضرتك في بدايه تقديم برنامجك ان سعادتك جهاز الشرطه طبعا جهاز بيحمي المجتمع. ومعنى ان في واقعه زي دي مش معناها سعادتك ان جهاز الشرطه بالكامل مدان في القصه دي. هو حضراتكم المجني عليها سعادتك بعد ما تعرضت الموقف ده ظلت 24 ساعه منهاره تماما. والى ان هضاها عقلها حضراتكم ان هي تتقدم بنفسها الى بلاغ الى السيد مدير الامن. توجهت فورا الى مديريه امن الدقهليه ولم تتقدم الى دائره المباحث. مباحث ايه؟ ما هي بقى مباحث الدايره. يعني هي كانت قلقانه بقى الموضوع. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. هو حضراتكم الحقيقه هي طلبت مقابله مدير الامن شخصيا، ولكن سعادتك السيد مدير المباحث تفضل مشكورا بمقابلتها وهداها. وعلى حسب ما هي حضراتكم ذكرت ليا شخصيا ان السيد مدير المباحث قال لها والله لو اخويا انا هقدمه للمحاكمه الجنائيه، احكي لي. بالفعل سعادتك حكت الواقعه. السيد مدير المباحث تفضل مشكورا واتصل بسيد رئيس مباحث دائره طلخه ونزل مع المجني عليها الساعه 1 صباحا لمعاينه مكان الحادث. وبالفعل سعادتك وصل لمكان الحادث في العربيه الخاصه برجل مباحث، مش عربيه شرطه، عربيه ملاكي لاحد الساده الضباط، وانتقلوا بالفعل سعادتك الى مكان الواقعه اللي حضرتك بتقولوا عليها، لان دي واقعه مخله بالامن العام ولابد
من تداركها على طبعا الفور. كارثه. طبعا.